السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين بخير، وكما وعدتكم غادي ندير فيديوهات جداد. المهم ان شاء الله اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي بزاف ديال الناس كيسولوني في الانستغرام وحتى في لي كومونتير في اليوتيوب. الموضوع هذا هو السؤال اللي كيسولوه الناس بزاف، هو بالنسبه الا بغاو يبقاو في تايلاند واحد المده طويله. يعني الناس مثلا اللي جايين بغاو يستقروا، يعني يتزوجوا في تايلاند، بغاو يستقروا، يعني قبل ما يجمعوا داك المبلغ ديال 400 الف بات اللي كيدار في الكونت يعني باش تاخذ الفيزا ديال الزواج. شنو الحل الا مازال ما عندهمش داك المبلغ؟ شنو الحل؟ الحل هو تاشيره الدراسيه ديال المدرسه، ايديوكيشن فيزا. يعني كيفاش ديروا هاد الايديوكيشن فيزا غادي نطرقوا للموضوع اليوم، وغادي نقول لكم كيفاش ديروه ايتاب بار ايتاب. هو اغلب الناس اللي كيبغيو يديروا هاد الايديوكيشن فيزا هما الناس ديال السبور اللي كيجيو يديروا في تايلاند المواي تاي، كيبغيو يبقاو مده اكثر باش يلعبوا دي كومبا اكثر. والحل الوحيد ديالهم هو الايديوكيشن فيزا، يا اما الايديوكيشن فيزا يا اما كيخرجوا لدوله اخرى وكيعاودوا يرجعوا عاوتاني، يعني باش تبقى عندهم مده طويله. المهم حنا دابا غادي نبداو نهضروا على هذا الموضوع هذا. المهم كنتمنى ديروا واحد لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش الجرس من ديروا اشتراك باش اي حاجه جديده تحطات توصلكم نتوما الاولين. يلا كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، بقاو معنا. احنا رجعنا لكم. المهم بلا ما نطول عليكم نبداو في الموضوع ديالنا. المهم الحاجه اللي غتحتاجوا ديروا الا بغيتوا تاخذوا فيزا اديوكيشن. المهم مثلا حنا نقولوا نتوما في المغرب، غتجيو من المغرب غتجيو فيزا توريست. فيزا توريست فيها 3 شهور، شهرين على 3 شهور، يعني كيعطيوكم شهرين. الا بغيتوا تزيدوا الشهر ديال الثالث عفوا كديروا الاكستنشن فاش كتجيو لتايلاند. المهم هذا ماشي الموضوع ديالنا، ولكن بعجاله نقول لكم شنو ديروا. كتجيو لتايلاند قبل ما تسالي لكم ديك شهرين على الاقل بواحد 10 ايام بحال هكا، كتمشيو للإيميغريشن بيرو اللي قريب لكم المنطقه ديالكم، وكتطلبوا باش تزيدوا الشهر الثالث. كتخلصوا عليه تقريبا 600 درهم، 1900 بات تقريبا، ما كاملاش 500 وشي حاجه، 600 درهم على حساب العمله واش طالعه ولا هابطه. المهم نسدوا هذا الموضوع هذا. كما قلت لكم كديروا كتاخذوا الفيزا توريست عاديه، كتجيو لتايلاند. قبل ما تسالي لكم الاحسن، انا تنقول من الاحسن تسالي لكم ديك الشهرين. غادي تمشيو تشوفوا شي سكول مثلا في بانكوك ولا في بوكيت ولا حسب المنطقه اللي تمشيو تكونوا فيها. راه كاين في الانترنت بزاف ديال السكولز ديال المدارس اللي فيهم اللي تيديروا هذه القضيه هذه. وان شاء الله غادي ندير لكم من بعد واحد الفيديو ونحط فيه اللينكس ديال بعض المدارس اللي كيديروا هذه القضيه هذه بين ما نقلب لكم. المهم كتشوفوا مدرسه اللي كدير هذه القضيه يعني بلا ما تقرا، يعني كتشوف مدرسه مثلا ديال اللغه تقري لونجلي ولا تقري اي حاجه، كتخلصهم في العام ديالهم اولا 6 شهور على حسب انت شنو بغيتي دير. كاينه فيزا 6 شهور، كاينه ديال العام. كتخلصهم ثمن تقريبا 10000 درهم، 8000 درهم، 7000 درهم الا لقيتي الرخيصه كاع 7000 درهم وشي حاجه الا لقيتي. المهم كتخلصهم في هذاك، كيمشي معك واحد الاستاذ الاميغريشن كيقاد معك الامور كامله داكشي. كتشونجيو الفيزا وكتولي كل 3 شهور كتمشي دير ريبورت، يعني كتقول لهم في المنطقه اللي ساكن انت، كتعطيهم عنوان السكن، يعني انك ما تحولتيش من ديك المنطقه. يعني كل 3 شهور صافي كدير غير ريبورت ديالك، اما اونلاين اما كتمشي للإيميغريشن بيرو. الاحسن تمشي للإيميغريشن بيرو. الطريقه راه سهله كما قلت لكم، يعني كتجيب فيزا توريست قبل ما تسالي لكم احسن ديك شهرين، اولا دير الاكستند قبل ما يساليك الشهر الثالث. كتشوف المدرسه، كتقلب في المنطقه ديالك، المدرسه اللي كتصاوب هذه القضيه هذه. اغلبيه ديال المدارس برايفت سكولز كيديروا هذه القضيه. المهم كتفق معاهم صافي، كيصيفطوا معك واحد الاستاذ من ديك المدرسه ولا شي حد مسؤول تما في ديك المدرسه، كيمشي معك للإيميغريشن بيرو المكتب ديال الهجره اللي قريب لكم في المنطقه ديالكم، وكيقادوا معك كلشي. الباسبور ديالهم كيشدوا عنده واحد 2 سيمانات، كيديروا التحقيق ديالهم، كيشوفوا شنو كاين وداكشي، كيردوا عليك انهم قبلوا الطلب ديالك. يعني من بعد 2 سيمانات صافي كتولي كل 3 شهور كدير غير ريبورت، اما اونلاين اما كتمشي عندهم، الاحسن تمشي عندهم. صافي عاوتاني كيتقرب تسالي لك ديك العام. كنتي وجدتي مثلا فلوس، الا كنتي على حساب الزواج وجدتي فلوس، غادي ندير لكم فيديو اخر كيفاش دير فيزا ديال الزواج. الا كنتي مازال غادي تعاود دير نفس القضيه، يعني غادي تشوف مع نفس المدرسه نيت ولا مدرسه اخرى، تخلص مع عاوتاني عام جديد ويديروا معك نفس القضيه. المهم هذه القضيه هذه بالنسبه ديال الناس بزاف ديال الناس ما عارفينش هذه القضيه هذه. قلت ندير فيديو اليوم، غير فيديو خفيف ظريف نهضر على هذه القضيه. المهم كنتمنى نكون وضحت لكم الامور. اي واحد راه زربت باش ما نعطلكمش نشدكمش بزاف في الفيديو. المهم اي واحد بغى شي معلومات اضافيه ولا اي حاجه كما كنقول ديما، مرحبا به في الانستغرام هو هذا. المهم يتواصل معايا في الانستغرام على راس والعين. وكنتمنى تدعموا هذا الفيديو باش الاستفاده توصل لاكثر عدد ديال الناس، حيت كما كنعرفوا هاد الايامات هذه ولاو كيجيو الناس لتايلاند بزاف، كيبغيو يستقروا فيها، بلاد اللي زوينه بزاف. المهم وما تنساوش عندكم اي حاجه بغيتو نهضر عليها خليوها لي في لي كومونتير اولا في الانستغرام.
وما تنساوش واحد لايك كما قلت لكم في الاول، واحد سبسكرايب باش توصل الفائده للجميع، ونشوفكم في فيديو جديد، وشكرا بزاف. يلا بيس.